عند الهلال لديه لعيبه سريعين، ناصر الشمراني وسالم الدوسري اليوم وتياغو ونيفيز، فاعتقد لابد ان يحافظ على وضع الدفاع بشكل جيد، ويعني ينتظر الوقت ماذا سيجري في ظروف هذه المباراه. تبعته هو ربما الروح الفريق اليوم، هو الناقل الحقيقي للفريق السد. عنده اكثر من روح السد، عنده خلفان وعنده تباتا وعنده حسن الهدوس، وايضا بالاضافه ليسرى نصائح سريعه ايضا عدم ارتكاب الاخطاء. هذه بعتقد ان هذه مشكله الهلال. تتكلم زي ما ذكر ابو فواز انه سامي يلعب كمهاجم، ممكن تكون يعني نظرته الهجوميه اكثر من يكون عدم تركيزه المهاجم. انا اعتبر انه هذا مشاكل الهلال اللي بالفعل اذا كانت سامي يتابع هذه، بعتقد ان هذه مشكله الهلال، انه اذا انت ما عندك دفاع قوي ولا حراسه مرمى قوي، يمكن اساسك يكون يعني مو بصحيح، ويكون حتى يعني تسجل، يمكن تسجل 5 اهداف، ممكن فيك 4 اهداف، فهذه امور يمكن اذا عندك لعيبه ما سجلوا فممكن تستقبل اهداف. طيب في كلا الحالتين اختيار طريقه 4-4-2 مناسبه اليوم ام يحتاج الى كثافه وسطيه؟ لا هو اتوقع انه المشاكل اللي يعاني منها الدفاع هي شوف، هي تعتمد على ادوار اللاعبين. يعني الهلال بحياته تاريخه كله يلعب 4-4-2 ما عدا بالسنوات الاخيره اللاللي كان يلعب فيها 4-5-1. فالادوار هي اللي تعتمد، اللاعبين هم اللي يقومون بالادوار هذه، هم يدركون ما مدى نجاح هذه البطوله بهذه الطريقه من عدمها. ففي حاله انه يلعب 4-2 هي تعتمد على طريقه، مش مشكله ان الهلال يهاجم بالاطراف، يهاجم بالزور، يهاجم بالشهراني، فهذه مشكلته الان. العمق بوجود كاستيو، بوجود